صباح السعادة على كل جمهور النادي الأهلي العظيم. تعال ناخد شوية أخبار على السريع. الأهلي ذا ماستر أوف سسبنس. الأهلي يفوز على البنك بنتيجة 2-1 في اللحظات الأخيرة في الدقيقة 96 بأقدم وسام أبو علي، بينما أحرز هدف الأهلي الأول إمام عاشور بتسديدة أرطو من صناعة بن شرقي ليعزز المرد الأحمر صدارته للدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. الجولة القادمة أمام فاركو يحتاج الأهلي لنقطة وحيدة من أجل حسم لقب الدوري. بيراميدز يفوز على بتروجيت بثنائية نظيفة، وسيراميكا يكتسح المصري برباعية نظيفة عن جدارة واستحقاق إمام عاشور رجل المباراة. هدف أشرف بن شرقي في شباك سيراميك كليوباترا يحصل على جائزة الأفضل في الجولة السادسة بالمرحلة النهائية. عمرو أديب بيقول: بعد فوز الأهلي مصر كلها بعتت لبعضها كلمة من 3 حروف ما ينفعش تتقال على الهوا، وفي ناس عملت حاجة تانية ما ينفعش نقولها. عمرو أديب: الزمالك بيقول إنه يروح للفيفا والكاس، اوعى تروح لأن هناك كمان هينصفوا الأهلي، ولو رحت أمريكا برضه هينصفوا الأهلي لأنه الأهلي وبس. إمام عاشور وبن شرقي وقفشة وداري وطاهر وهاني وياسر يظهروا في إعلان شركة اتصالات. الملعب اللي هيستضيف مواجهة الأهلي الودية أمام باتشيكو استعدادا لمونديال الأندية هو نفس اللي هتقوم عليه مباراة إنتر ميامي. سيد عبد الحفيظ: الأندية كلها قبل الموسم مضت على اللائحة الجديدة بعد تغيير بند عقوبة ال6 نقط بكامل إرادتها، ومش مشكلتي إنك بتمضي على حاجة من غير ما تقرأها. سيف زاهر مدرب الأهلي الجديد معجب جدا بإمام عاشور ومعجب جدا بمروان عطية، وشايف إن مستقبل الأهلي في كريم الدبسي. الكوماندوز أبطال السوبر يواجهون وصفهم الترجي التونسي في 3 جولات مرحلة المجموعات لكأس الكؤوس الأفريقية في كرة اليد في 8 مساء في صالة الفيصل بالجزيرة. مستني بقى اعمل شير ولايك عشان الأخبار دي توصل لكل جماهير النادي الأهلي، وما تقلقش الأخبار كلها صح بنسبة 100%.